السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم البطاطا بالعسل او بالبشاميل زي ما انتم شايفينها كده، يعني بديل القرع. طبعا انا هنا ما كانش متوفر عندي القرع، فحبيت ان انا استبدله البطاطا. عندي هنا كيلو من البطاطا بسلقه بالشكل دوت، يعني بعد ما اغسله واقطعه بالحتت بالشكل ده. بعد كده اضيف له كوبايه صغيره من السكر، وبضيف معلقه صغيره من القرفه، وبحط لها قد كوبايتين او 3 صغيرين من الميه، وبحيث ان هي بس تسلق معايا او تستوي. وبعد كده ببدأ ان انا اكمل بيها واهرسها واحط عليها المكونات. انا هنا حطيت الميه اللي انا عاوزاها، بحطها بقى على النار لحد ما ما تستوي معايا البطاطا وتبقى جاهزه. خلاص انا كده حطيت الميه والسكر والقرفه، بحطها بقى على نار هاديه لحد ما تستوي تبقى معايا بالشكل دوت. كده بتبقى شربت السكر والقرفه. وبعد ما بتتسلق باخدها واقشرها، بتبقى معايا بالشكل دوت يعني مستويه. انا هنا قشرتها، وبعدين بقى ببدأ ان انا احضر لها المهلبية او البشاميل اللي هضيفه بقى للبطاطا. طبعا ده بديل القرع العسل، وجميلة جدا بطعمها، جربوها ان شاء الله تعجبكم. معايا نص كيلو من اللبن، ومعايا كوباية من السكر، وكوباية صغيرة من النشا. بضيف لها كوباية مية وبضيف عليها النشا، وبقلبها بالشكل ده لحد ما تدوب معايا. وبعد كده بضيفه للبن، وبحط عليه السكر. طبعا هي زيها زي المهلبية، بس هتبقى ماسكة نفسها شوية بالنشا، مكترة لها النشا عشان مش عاوزاها تبقى زي المهلبية يعني طرية، يعني بحيث ان النشا تبقى ماسكة اللبن ويبقى بيتقطع معايا، يعني يبقى ماسك نفسه شوية عن المهلبية. وحطيت هنا بعد النشا السكر، وحط لها ورقة فانيليا بالشكل دوت، واحطها بقى على النار واقلبها بالشكل ده لحد ما تبدأ ان هي تتقل معايا وتديني القوام اللي هو التقيل الماسك بالشكل دوت. كده خلاص بقت جاهزة معايا. هي بص طريقة سهلة جدا وبسيطة، وانا على طول بعملها، وان شاء الله لو جربتها تعجبكم. او القوام اهو زي ما انتوا شايفينه كده متماسك. بحط لها بقى هنا معلقتين من السمنة، يعني مش هكتر، او بالشكل دوت المعلقة التانية. وبقلبها بالبشاميل كده. وعندي بقى البطاطا، طبعا بعد ما سلقتها وقشرتها ببدأ بقى اللي انا اهرسها، وبحيث هي تتهرس زي البطاطس او بالشكل دوت. واضيف بقى عليها نص المهلبية او البشاميل اللي انا عاملاه. ولو حابة بقى ان انت تحطي جوز هند او زبيب مع المكونات ديك، يبقى يعني بالمكسرات. لو مش حابة هتعمليها بالشكل دوت برضو هيبقى طعمها معاكي برضو حلو. انا هنا حطيت نص البشاميل وقلبتها بالبطاطا وتقلت معايا بالشكل ده. وهنا عندي الصينية بدهنها سمنة قعرها بالشكل ده. هي طبعا بحط البطاطا وبعد كده افردها واسويها. طبعا انا حطيت معلقه السمنه كده، مش حيث ان هي هتمسك فيها، لا، بحيث ان انا لما احطها بالفرن واولع الفرن من تحت هتديها تشميعه بسيطه، يعني البطاطا تبقى مش شمعه او مديها سنه تحميره، تدي برضو تدي لها برضو طعم مميز برضو مع الاكل. انا هنا فردت البطاطا وبفرد بقى بشاميل الباقي من على الوش بالشكل دوت. طبعا انا ضايفه سمنه على البشاميل، بحيث لما تبشها برضو يحمر تبقى معايا برضو شكلها زي ما انتوا شايفينه كده. انا هنا حطيتها على درجه 180 درجه، حطيتها من تحت قد ربع ساعه بحيث انها تتشمع، ومن فوق بالشكل ده لحد ما ادتني اللون ده. طبعا دي بتتاكل سخنه في الشتاء تبقى جميله جدا، ولو بالصيف ممكن ان انت تحطيها بعد ما تبرد تحطيها بالتلاجة وتبقى ماسكه نفسها وتبقى تتقطع معاكي قطعه بقطعتها. وان شاء الله لو جربت الطريقه دي هتعجبك وهتغنيكي كمان عن القرع،
وما تنسوش بقى اللايك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.